عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي في البيت او الزبادي البيتي بطريقه سهله جدا وبسيطه. كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب واحنا عايزين نعمل كل حاجه في البيت علشان نوفر. زي ما انتم شايفين الغلا والاسعار بقت عامله ازاي، هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه والنتيجه ان شاء الله مضمونه معاكي. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. معانا هنا كيلو لبن جاموسي كامل الدسم، هيكون جايبينه من عند اللبان او من الفلاحين، طبعا يكون مكان موثوق فيه. بلاش بقى نجيب اللبن المعلب او لبن الشركات، لانه مش هيديك النتيجة المطلوبة اللي انت عايزاها في تماسك الزبادي معاكي. هنحطه كده على البوتاجاز ونفضل سايبينه كده لحد ما يبتدي خلاص يعمل طبقة القشطة دي، وخلاص هنحس ان هو غلي. هنروح موطيين عليه ونبتدي نقعد نقلب فيه لمدة 3 دقايق. هنقلب فيه 3 دقايق علشان نضمن ان كل الميكروبات والجراثيم اللي فيه قتلناها بالغليان، وتاني حاجة علشان نضمن كمان ان كل السوائل اللي فيه اتبخرت، علشان دوت هيساعد على تماسك الزبادي معانا والوصفة تنجح على طول. وما تاخدش معاكي وقت طويل. خلاص كده. بعد كده هنعمل ايه؟ اول ما يبتدي يفور او يغلي بعد 3 دقايق، هنروح طافين عليه وسايبينه لما يهدى شويه. طبعا احنا الجو برد قوي اليومين دول، فخلي بالك ان هو هيبرد منك بسرعه. ولو انت حابه تعملي الزبادي ما فيهوش قشطه او ما فيهوش طبقه الوش اللي بتبقى موجوده دي، اللي هو يبقى خالي الدسم يعني، تقدري بعد تغليه من بالليل وتشيلي الطبقه بتاعه القشطه ديت، وتبتدي بعد كده تكملي بقيه الوصفه زي ما احنا هنعملها مع بعض. زي ما انت شايفه كده خلاص انا طفيت عليه وسبته لما يهدى خالص. طبعا احنا عايزينه يوصل لدرجه حراره معينه اللي هي 45، وطبعا احنا ما عندناش ميزان، هنعرف ازاي؟ بنحط طرف صباعنا كده ونعد لحد 10. اول ما نحس ان احنا مستحملين درجة الحرارة، نعرف خلاص احنا وصلنا لدرجة الحرارة اللي احنا طالبينها. انا طبعا هنا بحب الدسامة وبحب القشطة، هسيب القشطة زي ما هي في الزبادي بتاعي. هبتدي اجيب بقى علبة زبادي بلدي تكون كبيرة كده، وابتدي احطها في بولة واحط عليها كده كبشتين من اللبن بعد بقى ما اوصل لدرجة الحرارة اللي انا عايزاها، وابتدي اقلب كده بالمضرب. وتقدري في الخطوة دي تستخدمي الكبة، ان انت تحطي فيها الزبادي ومعاها مغرفتين كده من اللبن وتقلبيهم كويس قوي. ولازم تقلبي كويس جدا جدا علشان الزبادي ما يخرصش معاكي وما يفصلش منك وايه، ويبقى فيه سوائل او ميه. لازم الزبادي دي تتقلب كويس قوي 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 مع اللبن زي ما انت شايفة، علشان تضمني ان الزبادي تنجح معاكي وتطلع متماسكة من اول مرة. لو انت حابة بقى يطلع الطعم زي زبادي الشركات، تقدري تضيفي له معلقة من السكر. انا هنا ما حطيتش سكر لان احنا حابين الطعم بتاع الزبادي ما يكونش فيه اي تعسيل. خلاص كده بعد ما ضربت بقى كوباية الزبادي مع مغرفتين من الحليب، بدأت اقلب كل الكمية كده كويس قوي وضفتها على بقية اللبن بتاعي. وبدأت اضرب كده بالمضرب عشان اضمن ان كل الخليط التجانس كله مع بعضه، الزبادي واللبن كله بقى حاجة واحدة، يعني الزبادي مش باين ولا اي حاجه. هبتدي اجيب بقى القوالب بتاعتي او الكوبايات بتاعتي، وابتدي اصب اللبن او الزبادي بتاعي في الكوبايات زي ما احنا شايفين كده بالمغرفة. واظبط الكمية كلها على الكوبايات بتاعتي زي ما انت شايفة كده. وطبعا تكوني حطاهم في صينية، يستحسن تكون ستانلس، او لو هتحطي في صينية ألمونيا هتكوني حاطة معلقة خل، علشان احنا لما هنضيف المية السخنة الصينية الألمونيا بتاعتك ما يجرالهاش اي حاجة او تسود من المية السخنة. زي ما انت شايفة كده خلاص انا الخليط ظبطته تمام، وبدأت اصبه في الكوبايات بتاعتي. زي ما انت شايفة الطريقة سهلة جدا وبسيطة. وهقول لك كمان تقدري تعمليه ازاي من غير ما تكوني مسخنة الفرن او اي حاجة، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال ان شاء الله. خلاص كده هبتدي احط كل الكمية في الكوبايات زي ما انت شايفة. وطبعا في الوقت ده انا بكون بسخن مية في الكاتل او مية على النار على البوتاجاز. احنا عايزين درجة حرارة المية اللي احنا هنحطها في الصينية ما تكونش بتغلي، احنا عايزينها تكون سخنة قوي بس ما وصلتش لدرجة الغليان. زي ما هنشوف مع بعض انا عاملاها في الكاتل بس ما خليتهاش تغلي قوي، تكون كده ايه سخنه وبتطلع بخار. وهنبتدي نحطها في الصينيه بحيث توصل للكوبايات للتلت ايه الاولاني من تحت، ما توصلش للنص قوي. احنا عايزينها ايه؟ يعني ما توصلش قوي، يعني توصل للجزء الاخير من الكوبايه ولا حاجه، لا احنا عايزينها ايه؟ التلت الاولاني او بالكتير او النص زي ما انت شايفه كده معايا.
المية هي سخنة بتطلع بخار لكن مش بتغلي. خلاص كده زي ما انت شايفة. وهبتدي بقى ايه اغطيها. انا هنا غطيتها بورق ألمونيا. لو انت عندك ورق استرتش تقدري تغطي بيه، او ورق ألمونيا، او غطا حلة او صينية. المهم تخلي الكوبايات متغطية كويس قوي علشان النتيجة بتاعت الزبادي، والزبادي يتماسك معاكي بسرعة قوي ما ياخدش وقت. خلاص كده. وتجيبي بقى اي حاجة عندك زي دفاية او مفرش، اي حاجة تكون تقيلة، وتغطيه كويس قوي وتسيبيها من 4 ل6 ساعات. من 4 ل6 ساعات. وبعد كده زي ما انت شايفة بتطلع بالشكل ده. نبتدي بقى ندخلها التلاجة 4 ساعات كمان علشان تتماسك. وهنشوف مع بعض لما تتماسك بعد ما تخرج من التلاجة هتبقى عاملة ازاي. النتيجة تحفة وهتنجح معاك ان شاء الله من اول مرة. انا هنا خلاص خرجتها بعد ما دخلتها التلاجة، قعدت 4 ساعات. زي ما انت شايفة بقت بالشكل الجميل ده. شايفة شكلها عامل ازاي؟ تحفة وفي منتهى الجمال، والطعم حكاية. وطبعا عشان اللبن اللي احنا مستخدمينه لبن كامل الدسم، فالزبادي كان طعمها تحفة وجميل جدا. وان شاء الله تعجبك. جربي وما تنسيش تقولي لي في التعليقات رأيك ايه في الوصفة. وان شاء الله تنجح معاكي. وكل سنة وانت طيبة. ونعمل ان شاء الله مع بعض حاجات وصفات كتير ان شاء الله في رمضان. هنعمل مع بعض ان شاء الله. انتظري هندمس الفول مع بعض، وهوريكي ازاي هيطلع معاكي زي فول المحلات. ويبقى كده عملنا الزبادي والفول. وان شاء الله هنعمل الطعمية، كل حاجة بإذن الله. انتظرين ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول والطعمية. زي ما انت شايفة النتيجة مبهرة وفي منتهى الجمال. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك للفيديو. لو انت مش مشتركة في القناة تشتركي معانا وتفرحيني باللايك بتاعك والتعليق الجميل. ان شاء الله كده زي ما انت شايفة حاجة كده في منتهى الجمال والنظافة، والطعم هايل جدا. ان شاء الله النتيجة هتعجبك بإذن الله. واشوفك على خير في فيديوهات جاية كتير. مع السلامة.